السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الباستا فلورا. ديت عبارة عن مربى تين قطع، كوباية سكر، كوباية سمنة، بيضتين وكيسين فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، و3 كوبايات دقيق. اول حاجة هنبتدي بالسكر مع السمنة، هنضربهم كويس مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما. ولازم نكون عارفين ان عجينة الباستا فلورا عاملة زي عجينة البيتيفور. لازم تكون عجينة ناعمة جدا، بمعنى اصح دايبة. هنضربهم كويس مع بعض لحد ما يدونا الشكل الكريمي والسكر يدوب. كده انا ضربتهم كويس جدا. هبتدي ان انا اضيف البيض، بيضتين وكيسين فانيليا. الطبيعي بتاعها ان 3 بيضات، لكن انا ضفت بيضتين لان كل ما بنحط البيض كتير كل ما بينشف العجينة. وزي ما احنا اتفقنا ان هي العجينة بتاعتها بتبقى اخدة النعومية بتاعت عجينة البيتيفور. بل ممكن كمان ما نستخدمش ال3 كوبايات دقيق، علشان مش تقلب عجينة بسكوت معانا. هتبقى ناعمة بس مش نفس النعومية بتاعت الباستا فلورا على اصولها. لازم يتقلبوا كويس جدا مع بعض. وبعد كده نبتدي نضيف الدقيق. اول حاجة ابتديت بيهم هضيف الاول البيكنج باودر وكوبايتين دقيق. زي ما اتفقنا عجينتها ناعمة زي عجينة البيتيفور، يعني ممكن ما تحتاجش ال3 كوبايات دقيق. هبتدي ان انا اقلب واحط البيكنج باودر. بجد عجينة تحفة جدا جدا. وعلى فكرة مربى التين دي انا اللي عاملاها مربى قطع، عبارة عن 2 كيلو تين، ما قطعتهمش خالص. حطيت عليهم كيلو سكر وليمونة، وهديت عليهم النار خالص لغاية ما استوت. لما جيت استعملها في الطرد ابتديت ان انا اقطع التين قطع صغيرة علشان تتفرد جوه العجين. طبعا انا بحط دلوقتي الكوباية التالتة من الدقيق. انا دلوقتي لو تلاحظوا بحط شوية شوية على اساس اشوف السمك اللي انا عايزاه في العجينة. زي ما اتفقنا ان عجينة الباستا فلورا على اصولها لازم تكون عجينة ناعمة، نفس التست بتاع عجينة البيتيفور. تمام كده. انا حسيت انها محتاجة شوية، هحط كمان شوية. وهقلب. وعلى فكرة الصينية لو مش من النوع اللي بيلزق، مفيش داعي ان احنا ندهنها سمنة، على اساس ان هي اوريدي فيها كمية سمنة كويسة ومناسبة. تمام كده. هبتدي احط شوية كمان. كل ده من 3 كوباية من المقادير. احنا اتفقنا كوباية سمنة، كوباية سكر، بيضتين، كيسين فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، و3 كوبايات دقيق. حطيت الكوبايتين الدقيق الاول، وبعدين كوباية الدقيق التالتة ببتدي ان انا احط منها شوية شوية على اساس ان انا عايزاها عجينة ناعمة. اصول يا جماعة الباستا فلورا كده، مش عجينة بسكوت، مش ناشفة. تمام كده، تمام قوي. هبتدي ان انا
اجيب الصينية وافرد فيها تلتين العجين. تمام، افرد فيها تلتين العجين، طبقة رقيقة، لازم تكون طبقة رقيقة. والتلت التاني ده اللي انا هشكل بيه على الوش. تمام كده. خلاص كده انا فردتها. هبتدي احط مربى التين، طبعا المربى اللي انتوا تحبوها او اي نوع انتوا تفضلوه. انا كده فردتها خلاص. هبتدي بقى ان انا احط ربع كوباية الدقيق اللي انا كنت سايباهم من المقدار. هبتدي احط منهم شوية على التلت الاخير من العجين، علشان لما اجي اشكله على الطارت من فوق يبقى متماسك، اقدر ان انا اتحكم فيه، لان دلوقتي مش هقدر اتحكم فيه. تمام كده. هبتدي احط شوية شوية لغاية ما احس ان هو يقدر يتشكل معايا. افرده واجرب بالشكل اللي انا عايزاه واشوفه هيتفرد وهي فعلا الشكل هيبقى واضح، ولا الشكل هيتقطع مني في ايدي. لو لقيت ان هو بيتقطع يبقى كده لا. شايفين كده؟ لا، كده لازم عايزة شوية دقيق كمان. تمام. طب احنا المفروض ندخلها على الفرن على ايه؟ المفروض ان احنا ندخلها الفرن على الشبكة، معاملة الكيكة ومعاملة البيتي فور. على طبعا احنا دلوقتي مشغلين الفرن اوريدي علشان يسخن. على 180 تحت الاول. هنحط الشبكة قرب تحت، قرب الصاج. وبعد ما تحمر من الجناب، تحمر، هبتدي ان انا اديها وش خفيف من فوق. تمام كده. على 180 كده. انا لما ابتديت احط الدقيق تاني ولقيتها ابتدت تتشكل معايا، خلاص انا اكتفيت بكده. ابتديت بقى ان انا اشكلها التشكيلات اللي انتوا عايزينها. في ناس بتمسك المبشرة وتروح بشراها، في ناس بتعملها زي خطوط، في ناس بتعملها زي ضفيرة. اللي انتوا تحبوه، اللي انتوا تفضلوه في الشكل بتاعها. تمام كده. بجد عجينة تحفة جدا جدا جدا. ومن ال التورتات بجد اللي روعة، الباستا فلورا. كده خلاص هندخلها الفرن على 180. اتفقنا هنحطها على الشبكة قرب الصاج من تحت. هتحمر الجناب. خلاص كده تمام. هبتدي ان انا اطلعها فوق تاخد وش خفيف. شايفين الجمال؟ دي كده بعد ما طلعت من الفرن حاجة كده بجد روعة. عجينتها ناعمة جدا، وبجد حكاية الطعم حكاية. ولازم نعرف انها كل ما بتقعد كل ما بتحن اكتر وبتدوب اكتر. بجد تحفة تحفة تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. انا كنت نزلتها قبل كده على وصفات منى جودة، والحمد لله ناس كتيرة جدا جربتها وعجبتهم. اتمنى بجد تعجبكم. بجد يا جماعة روعة روعة روعة. وشايفين سواها؟ لازم دايما نكون عينينا عليها لانها عاملة زي عجينة البيتي فور. تمام. شايفين؟ دي على فكرة كانت سخنة ولسه طالعة من الفرن. بجد حكاية. مش عايزة تطلع في الشوك. روعة بجد. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها واعرف رأيكم.